السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي لكل الشرفاء داخل الجزائر وخارجها، تحياتي لكل الأحرار في العالم بكل اللغات وبكل اللهجات. كثير من الجزائريين والجزائريات يتساءلوا في المدة الأخيرة حول هذه الخلوطة اللي راها موجودة في الجزائر، سيما منذ التنحية نتاع الجنرال توفيق وبعد العودة نتاع شكيب خليل، وهذا السوق اللي راهو الآن دائر هذه الأيام حول ربراب. بطبيعة الحال كل هذه الأمور هي ملتصقة ومتشابكة مع بعضها البعض، ولعلكم الناس اللي راهم يتبعوا في الحوارات والتسجيلات اللي قمت بها شخصيا واللقاءات مع بعض الإخوة على الإذاعة نتاع وطني، الأمور راها بدأت توضح لكم كل يوم. لكن فيه ناس مع الأسف الشديد ربما راحوا نتيجة نتاع تحليلات خاطئة ونتيجة نتاع التضليل الإعلامي الذي تمارسه الصحف والقنوات الفضائية وبعض من غير الجزائريين اللي يتحدثوا في الشأن الجزائري وما عندهمش إلمام وما عندهمش معرفة بما يجري في الجزائر. بطبيعة الحال التنحية هذه نتاع الجنرال توفيق والله التنحي، هذه المسألة لا دخل لا بوتفليقة ولا سيدي زكري كما يقولوا في البلاد. التنحية نتاع الجنرال توفيق كانت من طرف أمريكا، وهذا الكلام اللي راني نقول فيه ما قلتوش الآن، راه مسجل على الإذاعة نتاع وطني وراه مسجل في الحوارات، والناس اللي عندهم تواصل معي قلت لهم هذا الكلام. العودة نتاع شكيب خليل من طرف أمريكا، لو لم تتدخل أمريكا لما عاد شكيب خليل. إذن الأمور مترابطة ببعضها البعض. ربما منكم من يتساءل يقول وش هو الدور نتاع فرنسا. فرنسا كما تعلمون من أنه عندها نفوذ في الجزائر ما بداش من اليوم، وإنما منذ الاحتلال نتاع الجزائر، يعني من 1830. النفوذ نتاع أمريكا بدأ مباشرة بعد اغتيال الرئيس هواري بومدين رحمه الله. وقتاش ظهر بقوة من خلال الفتنة اللي عاشتها الجزائر، بحيث هو أنه لما جاء اليمين زروال حاول هو أنه يقلل من النفوذ الفرنسي وبدأوا يستعينوا بالأمريكان. لما جابوا بوتفليقة هو لقاها طايبة، لأنه هو الناس اللي يعرفوا التوجه نتاعو، هو التوجه نتاعو ليبرالي ومش من الآن، هو لقاها طايبة كمل فيها. درك هذه المراكز التجارية اللي الآن راكم تشوفوا فيها بأسماء إنجليزية ما جاتش هكذاك برك من السماء، وإنما هذا الناس هما يخدموا. كاين ناس هما حابين يقلوا من هذا الوجود هذا الفرنسي ولكن يخدموا في أمريكا. كاين اللي راهو على باله ومقتنع بها وماشي فيها، وكاين اللي راهو يخدم فيهم بلا ما هم مكلفينه، راهو يخدم فيهم طواعية بالجهل نتاعو مانيش عارف كيفاش. المهم هو راهو يخدم في الوجود الأمريكي. كاين الناس اللي هما حابين ينحيوا اللغة الفرنسية ويستبدلوها بالإنجليزية من أجل خدمة أمريكا وليس من أجل خدمة الجزائر. إذن كاين نفوذ فرنسي وكاين نفوذ أمريكي. تقدروا فيما بعد أنتم تصنفوا هذا الناس وين راهم يخدموا، يا هل ترى راهم يخدموا في الوجود الأمريكي ولا راهم يخدموا في الوجود الفرنسي. بعد التنحي هذا والله التنحية نتاع واسمه هذا الجنرال توفيق بدأت تبان بعض الأمور الأخرى وهي كلها متعلقة بالخليفة نتاع بوتفليقة اللي راهو الآن في 2016 ما زالوا يعتقد من أنه بوتفليقة راهو يعين وبوتفليقة راهو ينحي وبوتفليقة راهو يدير ويدير.
هذا حمار راه متكسل في راسه. هذا ما عندش كيفاش تفهمه. حمار متكسل في راسه. بوتفليقة انتهى. بوتفليقة لو كان ما يخافوش فيه ربي ويبدلوا له حوايجه، لو كان يعشي ناتن عاجز. ولما نقولوا في هذا الكلام رانا نقولوا في واقع، ما راناش نزيدوا من روسنا، راهو مريض ربي يتولاه. جنرال توفيق صارت عملية في تونس ولقاو باللي هذا الجنرال حسن هذا لقوه متورط في هذه العملية في تونس. ولعلكم راكم تابعتوا المجيء نتاع المرزوقي والمجيء نتاع هذا قائد السبسي والمجيء نتاع راشد الغنوجي، وهي كلها متعلقة بهذا الحدث اللي صار في تونس. بالتالي هما أدخلوا هذا الجنرال هذا حسن، دخلوه للحبس. هذه هي المسألة. من بعد هو حاول على جال باش يستثير الرأي العام من خلال بعض الحزيبات اللي تخدم تحت الوصاية نتاعو ووسائل الإعلام. راكم تشوفوا لعلكم هذه المدة راكم شفتوا بعض الصحفيين انتهى الدور تاعهم بعد ما تغلق المكان اللي كانوا يديو منه المعلومات، انتهوا. راكم تشوفوا فيهم كيفاش راهم يتمرمدوا درك لأنه ما عندهمش معلومات. السينما هذه اللي الآن راكم تشوفوا فيها فيه ناس إذا راهم يخدموا في الوجود الأمريكي وفيه ناس راهم يخدموا في الوجود الفرنسي. ربراب هذا هم اللي خلقوه، حداد هذا هم اللي خلقوه، كيف ما خلقوا من قبل الخليفة. لما هما تنتهي المهمة نتاعهم والله العصابة تغلب، تجي عصابة مكانها، فيما بعد هو راه راح يروح كلش معه. يا سعدك يا الإنسان اللي راك تخدم للجزائر، يا سعدك يا الإنسان اللي راك صافي مع ربي، يا سعدك يا الإنسان الصادق مع الشعب نتاعك، يا سعدك يا الإنسان اللي راك صادق مع ربي. إذن هذه الخلوطة اللي راها تجري في الجزائر، هذه الشكشوكة اللي راها تجري هي كلها متعلقة بالخليفة نتاع بوتفليقة. ونحكي لكم فقط هذه أمور وقعت المدة الأخيرة. كنت في الجامعة، عرضتني واحد الأستاذة جامعية قالت لي باللي راهو كاين فيلم سينمائي في المدينة نتاع تولوز وين راني ساكن، تروح تشوف الفيلم هذا ممكن بالك يهمك، سيما هو أنك انت راك تقول باللي معارض، وروح شوفه لعلك تلتقي بهذا المخرج نتاع الفيلم هذا وراهو كاين ديبا ثم، روح بالك لعود تستفاد، والله بالك توصل الوجه نتاع النظر تاعك. بطبيعة الحال أنا كونه أنني مهتم بالشأن الجزائري حبيت نروح فقط نطالع، خاصة هو أنه أعطتني الاسم نتاع هذا المخرج أنا ما نعرفوش. رحت أنا على نيتي، دخلت نلقى مجموعة من اللي كانوا موجودين في الجزائر فرنسيين وناس حباب نتاعهم ما يتعداش العدد نتاعهم 20 من الناس. الموضوع الجزائر، الفيلم اسمه كونتر بوفوار، والحديث كله على الصحيفة نتاع الوطن بالفرنسية، وفيه مغازلة للفرنسيين باللي راها الفرنسية في خطر في الجزائر، وباش تفهموا الأمور كيفاش راها تمشي. الفرنسية راها في خطر. كان حديث حول الخبر من أنه هذا المخرج اتصل بالخبر على جال باش يدير معهم انترفيو وما قبلوش وقعدوا يتماطلوا عليه والى غير ذلك. هذه اللي الان راهم يقولوا لك باللي الخبر والحريات وكذا باش تعرفوا كيفاش الامور راها مربوطه ببعضها البعض. فيما بعد فيه فلاش حول الاسلاميين ويوريو في المجازر هذيك اللي ارتكبت اثناء الاحتلال الفرنسي على جال باش يخوفوا في الفرنسيين باللي الاسلاميين هذو راهم لو وصلوا هم مش راهم رايحين يديروا لكم، راهم رايحين ينتقموا منكم، كله من اجل خدمه البقاء نتاع فرنسا في الجزائر، ومغازله للفرنسيين على جال باش يعطيو لهم الدراهم يدعموهم. وهذا المدير تاع الوطن هذا بالهوشات هذاك يدير في الطابي يجري، زعمكم كوا باللي راهو يعرق
على جال باش تبقى اللغة الفرنسية في الجزائر. وفي الحديث نتاع هذا المخرج هذا يقول لهم باللي هذا بالهوشات يمنع الصحفيين ثم في لي كولوار في الأروقة ثم في الجريدة على جال باش ما يتحدثوش اللغة العربية ولا لغة واحدة أخرى إلا الفرنسية في الجزائر المستقلة، باش تعرفوا الأمور كيفاش راها تمشي. وبطبيعة الحال الشركات هذه اللي راها تهبط في الجزائر هذه متعددة الجنسيات هي كلها مرتبطة ببعضها البعض. إذن فيه نفوذ أمريكي وفيه نفوذ فرنسي، وهذه السينما اللي راها جارية كلها حول شكون هو اللي يبتز أكثر، شكون هو اللي يدي مشاريع أكثر، والشعب ما على بالوش، ولاتي بالضحك ولاتي باللعب، والناس راها تقرع على رؤوس الجزائر. إذن هذه الشكشوكة كلها ربراب شكيب خليل الجنرال توفيق كل شيء، هذه الشكشوكة اللي راها دايرة كلها هي حول الخليفة نتاع بوتفليقة. في الفيلم هذا أيضا كان حديث حول بن فليس وحركة بركات باش تفهموا الأمور كيفاش راها مربوطة ببعضها البعض. المهم خذوا الحذر نتاعكم، مش كل أخضر حشيش ومش كل ما يلمع ذهب. خذوا الحذر نتاعكم. فيه ناس راهم مكلفين بمهمة في الخارج، بعض الصحفيين اللي يخدموا مع الجهاز تاع المخابرات راهم موجودين في الفيسبوك، إذا نهار طوله هما يلهيوا في الشعب، وإذا نهار طوله هما يحاولوا على جال باش يقلبوا الرأي العام. في المقابل أيضا إذن ناس راهم موجودين في الداخل، في القنوات الفضائية، في الصحف، أيضا في الحركة نتاع المجتمع المدني، في الأحزاب، في كل مكان، والهدف نتاعهم هو تروح عصابة تجي عصابة واحدة أخرى. هذا مكان. احنا مع الجزائر إذا كان فيه وطنيين مخلصين احنا رانا معاهم من أجل الجزائر. أما هو أن يستبدل نفوذ فرنسي بنفوذ أمريكي، احنا رافضين هذه القصة. احنا حابين هو أنه تكون هناك سيادة للجزائر وسيادة للشعب الجزائري. هذه باختصار الكلمة نتاعي. إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.